انا النهارده معايا اول سمارت ووتش مصريه 100%. من فتره ظهرت شركه مصريه اسمها كاردو بتعمل اجهزه الكترونيه او بالاخص اكسسوارات الكترونيه. هم عندهم دلوقتي ساعه ذكيه، ميزان ذكي، سماعات لاسلكيه الايربودز يعني، دراع للموبايل، نظاره في ار، وقارئ ذكي. يمكن فكره ان شركه مصريه تدخل مجال الالكترونيات وخصوصا الاكسسوارات هي حاجه ما حصلتش قبل كده، بس الاكيد انها خطوه كويسه ويمكن تفتح الباب اننا يبقى عندنا اكتر من شركه شغاله في المجال ده. بس بعيدا عن الكلام عن الصناعه المصريه وفقر العرب وافضل جناح يمين في ليفربول وكده، فانا بقالي كام يوم بجرب الساعه بتاعتهم الكاردو ووتش. فخلونا نشوف اول سمارت ووتش مصريه بتقدم ايه. اول ما الساعه وصلت الصراحه اتقفلت منها، ده شكل العلبه اللي بتيجي فيها، بس الحمد لله ده مجرد تغليف خارجي، وده شكل العلبه الحقيقي. جوه العلبه هتلاقي شاحن للساعه، الضمان، والساعه طبعا انا جبت لون اسود وهي متاحه برضو بالرمادي والروز. بالنسبه لواجهه الساعه فانت ممكن تغيرها عشان تبقى زي الابل ووتش زي ما انا عامل كده، او تغير ما بين 10 اشكال مختلفه، يعني ممكن تخليها بتلف كده زي ساعه سامسونج او ليستا او اي حاجه من ال10 خيارات اللي معاك. الواتش فيسز هنتكلم عنها بعدين لما نتكلم عن الاب بتاع الساعه. الوان الشاشه واستجابتها لللمس حلوه، بس في حاجه بتخلي التجربه مش كامله. دقه الشاشه محتاجه تزيد شويه، او كثافه البكسلات، عشان انت طول ما انت باصص عليها حاسس ان الدنيا مبكسله شويه. الساعه شبه الابل ووتش بشكل كبير، يمكن الفرق ان الحلقه اللي في النص مش فوق، بس لو انت جايبها عشان الشكل فقشطه ما حدش هيلاحظ الموضوع ده. من الظهر هتلاقي الساعه برضو شبه الابل ووتش جدا، بس في حاجه كده هتلاقيها في ستيكر مكتوب عليه ميد ان شاينا، فالساعه صناعه صينيه، ودي حاجه كانت متوقعه، بس هي متصممه هنا في مصر عن طريق كاردو. حاجه كده زي ديزايند ان كاليفورنيا ميد ان شاينا اللي ابل بتحطها على منتجاتها. عشان تربط الساعه دي بموبايلك فانت محتاج تنزل التطبيق بتاع كاردو. التطبيق ده بيشتغل على كل اجهزه الشركه، وهتلاقيه على اب ستور وجوجل بلاي. شغل البلوتوث قبل ما تفتح التطبيق، بس ما تروحش توصل الساعه، لا وصلها من التطبيق نفسه وهو هيعمل كل حاجه. هتحتاج برضو تديله شويه صلاحيات زي جهات الاتصال وتحديد الموقع والاجهزه المحيطه، النير باي ديفايسز يعني. بعد ما تخلص هتقدر تعمل كل اللي انت عايزه من التطبيق. الساعه بتعمل حاجات كتير لوحدها، بس التطبيق هيسهل عليك الدنيا. هتقدر برضو تتابع القياسات اللي الساعه بتعملها زي مستوى الاكسجين في الدم، عدد نبضات القلب، عدد الخطوات. بس الفكره ان القياسات دي انا قارنتها بنتائج ساعه سامسونج وكانت قريبه، فكساعه الارقام كويسه، بس طبعا لو بتعاني من اي حاجه اتاكد انك بتستخدم معدات طبيه، ده اخلاء مسؤوليه كده بس عشان ما حدش يقول ان احنا بنعمل حاجه. الساعه بتقدر كمان تقيس المشي، الجري، وقياده الدراجات والعجل، كره القدم والباسكت. والصراحه ما كانش فيه فرصه نجرب كره القدم والباسكت، فمش هقدر اقول لك ادائها عامل ازاي فيهم. الساعه كمان بتقدر تستقبل عليها المكالمات او تتصل منها على طول، علشان فيها ميكروفون وسماعات، وجودتهم مقبوله جدا بالنسبه لسعر الساعه. بس في حاجه مش لطيفه في الموضوع، عشان تعمل كده انت محتاج توصل موبايلك بالساعه تاني. يعني بص هنا الساعه موجوده مرتين، مره كتابلت بس سيبك منها، ومره كسماعه. انت بقى لازم تخش تختار السماعه عشان تعرف تعمل مكالمات، وفي الحاله دي اي حاجه هتشغلها ليها صوت طول ما انت متوصل بالساعه بالطريقه دي مش هتعرف تسمعها من الموبايل، وهتشتغل من الساعه. من الحاجات اللي ما عجبتنيش برضو انك لما بتعمل ايدك كده عشان تشوف الساعه ما بتنورش حتى لو انا مشغل الاوبشن ده. فدي حاجه ضروري كاردو تحسنها، عشان دي بتخلي الساعه تفقد ميزه اساسيه، وان انا اقدر اعرف الوقت بمجرد ان انا اعمل كده، مش محتاج ان انا ادوس على الزرار علشان الساعه تنور. زائد حاجتين بقى مزعجين جدا. اولا العربي او اللغه العربيه. الساعه دي عملت حاجه ما حدش تاني عملها. تفتح الساعه تدخل على السيتنجز تقلب اللغه بتاعه القوائم تلاقيها عربي عادي حلو جميل، يجي لك نوتيفيكيشن بالصيني ما تفهمش. تاني حاجه انت لسبب ما نسيت انت حطيت الساعه فين، فعادي جدا هتدوس فايند ماي ديفايسز عشان تسمع صوت تعرف منه الساعه فين. مفيش بقى، مفيش صوت، هو فايبريشن حس بيه، او هات لك اي حيوان من الزواحف يحس بالذبذبه بتاعه الفايبريشن، او اقعد دور مانيوال بقى يعني. بس فدي كانت بصه سريعه على اول ساعه مصريه، او خلينا اقول اول ساعه من تصميم مصري، اللي هو الديزاين بتاع ابل زي ما انت شايف كده، وصناعه صينيه. تجيبها ولا لا ما اقدرش اقول لك تجيبها او لا بصراحه، عشان عايز ادعم ولاد بلدي، بس اتمنى يشوفوا الفيديو ده عشان يقدروا يصلحوا المشاكل اللي قلتها فيه. دورك انت بقى انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان انا ابن بلدك برضو وتفوتني بعض.